كل سنة وانتم طيبين. أنا كنت كاتب قصيدة من حوالي يومين على فكرة أنت وحشنا. ممكن نقول لك أنت وحشنا ولا مش وحشنا؟ على فكرة مصطفى بيه احنا هنعمل له ضبط وإحضار بعد كده. والله هو وحشنا فعلا. ربنا يخليك. حلو فكاتب حاجة من يومين بالظبط، ففوجئت إن هي نفس اللي قاله سيادة اللواء والدكتور محمد زكريا عمان. فواضح إن اتجاه الشعراء بيبقى واحد، فقلت حاجة بسيطة كده سمعها لحضراتكم. انصف مصر، تعبوكي خالص يا حبيبة، وأنا حاسس قهرة ومحروق. خليكي صبرة يا طيبة، بكرة الغمة تزول وتفوق. في ناس ياما ما بتقابلش لناس تانية توعيها، تعرفها، تفهمها، تفطمها، وتاخد حتى بإيديها. مفيش إنسان على أرضك وجاية سمرة من طينتك ومن بطنك يفكر لحظة يأذيكي ولا يخيب في يوم ظنك. وربك قال في أديانه، وربك قال في أديانه، في توراته وإنجيله وقرآنه، مفيش في عباده دي ملايكة في شر وخير، ده سكة ودي سكة، ولازم شر دول يتهد وخير الناس يبان صادق. 5 مرات يا أرض الجد يردد اسمك الخالق. بكرة تفوقي أطيب أرض وسماكي يملاها الضياء. هو في الدنيا حد شاف اللي شافه الأنبياء؟ ده كان قادر يجيب أمة تخلي نبينا في الدنيا عايش جنة، لكن هو لوحده بجد له حكمة. فحبة صبر شوية يا مصر، نستنى نصلح بالإيدين، نصلح بالإيدين حبة وبلساننا، ولو كان صعب بقلوبنا. ورب الكون ده رب قلوب، هيجي وقت كله يتوب. عشان خاطري تسامحيني، تسامحي اللي خرب فيكي، وانا بشعري وناس الدول ايدينا باقيه في ايديكي. هنقدر يوم نعديكي ونبنيكي، وانا عارف وشايف اللي حاصلك، وفيكي اللي يكفيكي. بحقك يا اله الصبر، بحقك يا اله الصبر، تزيح الغمة دي والشر، وتنسف للطغاة الشياطين، وتعلى كلمتك في الدين، وتنصف مصر، تنصف مصر، هتنصف مصر، تنصف مصر.